بيبدأ الفيلم بإيريل اللي بتغني لبنتها ميلودي، وبيجي الأمير عريق وبياخدهم علشان يروحوا يزوروا أهلها في المحيط. ولما بيوصلوا المحيط بيطلع الملك شيبان من المية وبيرحب بإيريل، وبيكون فرحان ببنتها ميلودي وبيقدم لها سلسلة جميلة تقدر تشوف من خلالها كل حاجة عن المحيط. وفجأة بتظهر مرجانة الشريرة وبتخطف منهم ميلودي وبتنادى على القرش دوامة علشان ياكلها. وفي الوقت ده مرجانة بتقول لشيبان يديها الشوكة السحرية بتاعته وإلا هترمي ميلودي للقرش علشان ياكلها. فبيوافق الملك وساعتها بتفرح جدا مرجانة لأنها بكده هتقدر تتحكم في المحيط وتحقق الحاجة اللي أختها أرسولا كان نفسها فيها. لكن فجأة إيريال بتخبطها وبتوقع ميلودي منها، فبيلحقها الأمير بسرعة قبل ما ياكلها القرش. وساعتها الملك شيبان بيحول القرش دوامة لقرش صغير جدا، فبتتضايق مرجانة وبتقوله إنها تنتقم منه وبتنزل بسرعة لأعماق المحيط. فبيؤمر شيبان الحراس إنهم يدوروا عليها في كل مكان، وللأسف ما بيلاقوهاش. فبتقول إيريال لباباها إنها مش هتيجي المحيط تاني إلا ما يلاقوا مرجانة.